هل الكلام اللي انا بقوله ده ان هو ما كانش فيه دعم خالص لتشابي الونسو؟ لا، هو كان فيه دعم، يعني نقدر نقول مثلا 60 70%. فاهم انت اللي انا عايز سيستم؟ لا بس مش قوي يعني. يعني هي دي الفكره اللي انا عايز اقولها. يعني نروح مثلا كمثال، لما تروح لخط الدفاع عندك في ريال مدريد، عندك دين هاوسنج مثلا وكريراس. طيب انا تشابي قعد وقال لهم طب انا عايز قلب دفاع، يعني والله انا محتاج قلب دفاع مع هاوسنج وكاريراس. فقالوا لا والله انت هو ده اللي عندنا، واحنا مش هنقدر نجيب اي صفقات في قلب الدفاع في الفتره دي، فاتصرف. ده عندك مثلا في خط الدفاع. نروح مثلا في مثال في خط الوسط، عندك جايبين بلينجهام ب 120 مليون، وتشاوميني جايبينه ب 80 مليون. طب انا عايز لاعب خط وسط يقدر يخرج بالكوره. ده طلب الونسو. يرد عليه اداره نادي ريال مدريد: احنا طبعا مش هنقعد لك الصفقتين دول، بلينجهام ولا تشاوميني على الدكه صفقات برقم خزعبلي عشان نجيب لك واحد تاني، والصفقات دي احنا ما نستفادش بيها، فاتصرف. طب يا جماعه، ما هو انت ما بتدعمش السيستم كده. انت كده طلبات المدرب انت مش مريحه فيها. هو ممكن يكون شايف كمدرب ان بلينجهام وتشاوميني الاثنين في نفس بيلعبوا في نفس المربع وليهم نفس المهام، ما فيش اختلاف بين الاثنين كبير قوي. فمحتاج لاعب يكون مختلف شويه عن الاثنين اللعيبه دولت، يقعد واحد احتياطي ويلعب واحد منهم، ويبقى معاه واحد مختلف عن مهامه. لا، هو ده الهجوم مثلا رودريجو وفينيسيوس بيلعبوا برضو في نفس الكلام، بيلعبوا بنفس الطريقه وبنفس المكان المربع ونفس المهام. مش هنمشي لك الاثنين دولت ولا واحد منهم عشان نجيب لك واحد جديد. طب انت ليه ما بتنفذش اللي كان بيعمله اللي قبل منك، كونتي او مورينيو؟ فمن هنا حصل الاخفاق او الفجوه الكبيره جدا بين تشافي الونسو واداره نادي ريال مدريد.